المطالب المالية تؤخر صفقة جديدة للرجاء في الميركاتو. مهاجم الرجاوي بارز ضمن اهتمامات اتحاد طنجة. رسميا منع جماهير الرجاء من حضور قمة بركان. الرجاء أكثر تحقيقا للانتصارات في القرن 21. اجتماع حاسم بالرجاء لرفع عقوبة جمهور الرجاء يتبرع ب100 مليون سنتيم لحدود الساعة. السلام عليكم متابعي قناة الشعب الرجاوية. في نشرة إخبارية جديدة أطلب منكم طلب بسيط هو ضغط على زر لايك أو زر الإعجاب لتساعد الفيديو بالظهور لرجاويين جدد. شكرا على دعمكم. كشف عزيز البدراوي عن جديد مفاوضات نوفل الزرعونية مع القلعة الخضراء لضمه خلال مرحلة انتقالات الشتوية الجارية. وأوضح رئيس القلعة الخضراء في تصريح أنه توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي الحزمة السعودية لضم الزرعوني في الميركاتو. وأكد البدراوي أن المفاوضات متواصلة مع اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق على بنود العقد. واختتم رئيس الرجاء إلى أن الزرعوني سيوقع مع الرجاء في حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، أما في حال العكس سيصرف النظر عنه. وكان الموقع سباقا إلى نشر خبر اقترب الزرعوني من العودة للقلعة الخضراء أم الرجاء البيضاوية. يواصل المكتب المديري الجديد لفريق اتحاد طنجة البحث عن دعم صفوفه خلال مرحلة انتقالات الشتوية في إطار السياسة الجديدة لمسؤولية والتي تهدف إلى تطعيم الفريق بلاعبين مجربين. وكشف مصدر مطلع أن النادي الطنجاوي يرغب في استعادة مهاجمه أكسل ماي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الكروي من الرجاء، وذلك بعد خروجه من حسابات التونسي منذر الكبير مدرب النادي الأخضر. وأوضح المصدر نفسه أن المهاجم الرجاوي يرفض الانتقال على سبيل الإعارة ويفضل خوض تجربة جديدة في حال مغادرة القلعة الخضراء خلال الميركاتو الشتوية. ومن جهة أخرى دخل مسؤول فريق اتحاد طنجة في مفاوضات من أجل ضم محسن متولي. منعت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء جماهير الرجاء من التنقل إلى مدينة بركان من أجل متابعة مباراة فريقها أمام نهضة بركان برسم الجولة 12 من الدوري. وقررت السلطات الأمنية عدم السماح لجمهور الرجاء الرياضية بالتنقل إلى مدينة بركان خلال المباراة التي سيحل فيها الفريق الأخضر ضيفا على نهضة بركان. واتخذت السلطات الأمنية قرار منع الجماهير الرجاوية من التنقل الجماعي إلى مدينة بركان لحضور مباراة فريقها أمام نهضة بركان، وذلك من أجل تفادي أي أعمال شغب محتملة. ويواجه الرجاء مضيف نهضة بركان بداية من الساعة 4 عصرا على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان. كشفت صفحة إحصائيات وأرشيف الكرة المغربية عن إحصائية جديدة تهم عدد الانتصارات التي حققتها الأندية المغربية خلال 23 سنة الأخيرة في جميع المسابقات التي عرفت مشاركة الأندية الوطنية. وتهم هذه الإحصائية جميع البطولات الرسمية، البطولة الاحترافية، كأس العرش، دوري أبطال إفريقيا، كأس الكاف، السوبر الإفريقي، كأس العالم للأندية، كأس العرب، وبطولة شمال إفريقيا. وتصدر الرجاء الرياضي قائمة الأندية أكثر تحقيقا للانتصار متفوقا على غريمه الوداد بالرغم من خوض هذا الأخير مباريات أكثر من الرجاء العالمي في مختلف المسابقات. وتصدر الرجاء ترتيب إحصائيات بعدد 463 انتصارا من 935 مباراة خاضها الفريق، وسجل خلال 1321 هدف، في حين جاء الوداد في المركز الثاني. يعقد مسير فريق الرجاء اجتماعا حاسما بهدف إعداد الملف الذي سيقدمه الفريق الأخضر للجنة مراقبة المالية للأندية من أجل رفع عقوبة المنع من التعاقدات. وأوضح عزيز البدراوي في حوار أن الاجتماع سيكون مهما من أجل الاطلاع على جميع الوثائق التي تطلبها لجنة مراقبة المالية للأندية قبل تقديم ملف متكامل بعرض رفع عقوبة المنع من التعاقدات. وتشترط لجنة مراقبة مالية الأندية ضرورة أداء الحكام النزاعة النهائية وتسوية الوضعية المالية للاعبين إلى غاية دجنبير الأخير مع تقديم ضمانات مالية جديدة تؤكد قدرة أي فريق على التعاقد مع لاعبين جدد. ويتوقع أن يقدم البدراوي ضمانات جديدة للجنة مراقبة مالية الأندية أبرز العقد الجديد الموقع مع مستشار مختص في المجال البناء.
راسل فريق الرجاء العصبة الاحترافية لكرة القدم لطلب تأجيل المباراة التي ستجمعه بفريق المولودية الوجدية في الدوري الاحترافي والمقرر إجراءه الثلاثاء المقبل. وبررت إدارة فريق الرجاء طلبها بعودة الفريق من بركان الأحد المقبل بعد مواجهة النهضة المحلية السبت المقبل، فيما سيكون يوم الاثنين راحة للاعبين، ما سيصعب مأمورية خوض المواجهة أمام سندباد الشرق. ويحل رفاق وليد الصبار ضيوفا على فريق النهضة البركانية يوم السبت. قرر هشام أبو شروان اللاعب السابق للرجاء المساهمة بمبلغ مالي مهم لفائدة الفريق الأخضر من أجل المساهمة في إنجاح مباراة الرجاء معنا. وتبرع هشام أبو شروان لخزينة الرجاء بمبلغ مالي حدد قيمته الإجمالية في مليون سنتيم لتشجيع باقي الفعالية الرجاوية للانخراط في المبادرة لدعم الفريق الأخضر. وأطلق الرجاء الرياضي مبادرة رجاء معنا من أجل تجاوز أزمته المالية الخانقة ورفع عقوبة الاتحاد الدولي الفيفا المتمثلة في منع التعاقدات. يشار إلى أن الرجاء الرياضية حسم صفقة زكريا الوردي. أكد عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الخبر الذي كان نشرناه سابقا بالتعاقد رسميا مع زكريا الوردي. وأوضح رئيس الرجاوي أن الوردي وقع رسميا في صفوف الفريق الأخضر وأصبح رجاويا. وكان الوردي قد توصل إلى اتفاق رسمي مع الفريق الأخضر بعد فسخ عقده مع الزمالك المصري قبل أن يوقع عقده أمس الأربعاء. ويعود الوردي إلى الفريق الأخضر بعد أن تألق لسنوات من القلعة الخضراء وتوج بألقاب عديدة رفقة الفريق قبل أن يغادر الرجاء نهائيا الموسم الرياضي الماضي نحو الزمالك المصري. علم من مصادر مطلعة أن معاذ مشنتيم لاعب فريق الرجاء تعاقد مع استاد المغربية خلال مرحلة انتقالات شتوية الجارية. وأوضحت المصادر نفسها أن استاد المغربية يرغب من خلال هذا التعاقد تعزيز صفوفه استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة استاد المغربية ترغب أيضا في تعزيز صفوفها بمدافع أوسط بالإضافة إلى مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي. تجدر الإشارة إلى أن استاد المغربية ينافس على الصعود إلى القسم الأول خلال الموسم الكروي الجاري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر النهضة الزمامرة.